المستوى الهجومي كابتن محمد أيضا النظر بشكل أو بآخر من قبل مدرب منتخب المغرب ركراكي إلى خط وسط الميدان، لأن لربما كان أضعف خط حسب ما شاهدنا الآن من خلال هذا اللقاء بأنه أضعف خط من خطوط منتخب المغرب. لا، هم بيقوموا بالدور المنوط به، الدور الدفاعي، تأمين الدفاعي، الثلاثة كويسين. انما اتكلم يوسف على التحسين الجانب الهجومي. يتحسن الجانب الهجومي بايه يا عبد العزيز؟ انا بقى اخترت بعض الحالات في المباراه لانها تفاصيل التفاصيل، تفاصيل صغيره. الشوط الثاني مختلف نوعا ما، يرجع بلوك لورا وبيبحث عن التحولات السريعه، نزل زي عبد الصمد الزلزولي عشان كده. في بدايه الشوط الثاني بوفال ضم العمق نوعا ما. تمركز النصيري ما عجبنيش النهارده. لو الحالات جاهزه ممكن نبدا بيها بالحالات، خاصه اول التحولات بحث عن التحولات الموجوده على طول. الثلاث لاعبين الموجودين يروحوا ياخدوا ما بين الخطوط. تمركزهم كويس. هنا تحرك النصيري تحرك وحش قوي، هو خرج لبره، المفروض يقف بين السنتر باكين عشان تتعمل له التمرير. فالنهارده دي الحاجات اللي موجوده، لازم التفاصيل. التحول السريع، نزل عبد الصمد الزلزولي عشان كده. الزلزولي عاوز يعمل كل حاجه في كره القدم، عاوز يقول انا موجود، انا عبد الصمد هنا عاوز اثبت نفسي. بسبب صغر سنه برايك يريد اثبات الذات، عشان كده قراراته كلها خطا. نعم. راح ب10 كرات اتقطع ل10، راح بواحد ضد واحد ما فيش مره عدى فيه، لانه عاوز يقول انا موجود وعاوز اعمل كل حاجه في الكوره. مش الكوره مش كده، يلعب السهل. فكرته حلوه وليد، انه بحث عن التامين في الجانب الدفاعي وبحث عن التحولات السريعه نوعا ما، انما لازم يتحسن من الناحيه الهجوميه. دفاعيا مميز، عنده حارس مرمى مميز جدا، عنده 4 خط دفاع مميزين في الكرات العرضيه، التغطيه، وسط ملعب مرابط النهارده قدم مباراه كبيره. فاعتقد ان الجانب الدفاعي ما فيش خوف عليه، انما الجانب الهجومي محتاج يتحسن كتير كتير، وخاصه من جانب وسط الملعب وايضا المهاجم. هتلعب بحمد الله لازم البلوك يبقى عالي، لان هو مش سريع وعاوز كرات عرضيه شمال ويمين. وده مش وده في نهايه المباراه ما كانش موجود. صحيح. فمش عاوزين نحكم عليه بدري. نعم. فهو هيحتاجه في المباريات القادمه. انما اعتقد الشوط الثاني كان من الناحيه الدفاعيه شوط ممتاز بالنسبه لي، الاخطاء قليله، انما الجانب الهجومي محتاج يتحسن، لان القدرات او ابرز نقاط قوه المنتخب المغربي في الناحيه الهجوميه. دفاعيا مميزين، ما ننساش انه كان بيلاعب وصيف بطل العالم، فاعتقد ان النتيجه مرضيه بالنسبه لفريق المغرب. والمباراه الاولى دايما بيبقى ليها حساسيات وبيبقى ليها ظروف معينه وحسابات معينه للمدرب، فاعتقد ان المباراه دي هتديهم دفعه كبيره في المباريات القادمه ان شاء الله. هل كان بالامكان مثلا ان يكون حمد الله مع نصيري في خط الهجوم لتكثيف الهجوم؟ لا. تفضل. لا بس قول له. انا حتى لان اسلوب الطريقه اللي يلعب بها. طيب انا ممكن لا لو سمحت انا مو بسالتك انت. طيب السؤال نرفزني. السؤال نرفزني. طيب لا، حاله المباراه لا تستدعي ان انا العب باثنين مهاجمين، بل بالعكس، لانها ليست مباراه خروج مغلوب. كمان الشوط الثاني الكره رايحه فين؟ معظم استحواذ الشوط الثاني راح فين؟ مع كرواتيا. فانا صعب قوي ان انا اشيل واحد من نص الملعب واحط واحد قدامي يبقى اثنين مهاجمين. لا، انا ازود في نص الملعب. هي الفكره حلوه بتاعته يا عبد العزيز بتاع وليد، انه ينزل الزلزولي يبقى في التحولات سريع. انما هو الولد حالته مش كويسه، ما كانش كويس. مصاب هو. ماشي مصاب ولا ما يلعب تقريبا اكثر من. بس في حاجات يا شيكو مش محتاجه ان انت مصاب. هو رايح للمدافع مش عارف عاوز يعمل ايه. في حاجات تقف وتسند، تروح واحد ضد واحد، انما هو رايح التلت الهجوم مش عارف فين. وحمد الله زي ما قلت لك لازم يبقى البلوك بتاعك عالي عشان يشتغل الشمال واليمين ويبقى في كرات عرضيه وفي مسانده. ده ما كانش موجود في ان شاء الله المباراه الجايه يلعب ببلوك عالي يدخل حمد الله. احنا عاوزين نبني على الايجابيات، مش في نقد توقع الولاد. لا نتيجه حلوه. انت بتلعب وصيف بطل العالم وبتلعب مودريتش وبروزوفيتش وكوفازيتش، فانت لازم تبقى ايجابي في التفكير. الامكانيات حلوه والامكانيات الهجوميه اعلى، المباراه الثانيه هتبقى افضل. المباراه الاولى بيبقى لها حسابات وفي تركيز ونوعا ما بتبقى في نوعا ما خوف فجس نبض وبتاع. فالبدايه حلوه دفاعيا خاصه، هجوميا محتاجين نتحسن مش من التكتيك، من حاله اللاعبين اللي في الناحيه الهجوميه، وخاصه زياش وبوفال والنصيري وحد يزيد من نص الملعب، يبقى الثلاثه دول مع نص الملعب
الحكيمي لازم نستغله. حكيمي يجب أن يكون في خط الهجوم. نعم. أنا طبعا شاهدت مباراة كابتن محمد لهذا المدرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، كان يتحدث مع والدته عبر الهاتف، لديه علاقة قوية مع والدته، يطلب منها دائما الدعاء له، وبالتالي موفق في كل خطوة ويريد تقديم إضافة للمنتخب المغربي. هو من المدربين الواعدين يا عم عزيز، قدم وثبت نفسه مع الوداد، بيقدم كرة حلوة، كرة هجومية مميزة، الاستحواذ، الأمور مختلفة مع المنتخبات. خلي بالك أنت بتلعب منتخبات مصنفة من التصنيف الأول، بتلعب وصيف بطل العالم. فالنهارده إدارته المباراة نوعا ما إدارة جيدة، تحضيره المباراة تحضير جيد، وبيشوف مجريات المباراة رايحة فين. يعني هو الشوط الثاني شوط مختلف. الشوط الأول كان نوعا ما في جرأة، في أكتر، في استحواذ أعلى. الشوط الثاني البلوك نزل لورا شوية، انما تغييراته كانت مميزه. تعامل مع اصابه مزراوي المميزه، نزول يحيى لعيب مميز ناحيه الشمال، الزلزولي محتاج يبقى اهدى. فاعتقد اداره المباراه اداره ممتازه، ان شاء الله تكمل بالمباراتين القادمتين نفس الروح، نفس التنظيم من الناحيه الدفاعيه، جرأه اكتر وتنوع اكتر من الناحيه الهجوميه، وابتكار اعلى بالنسبه للاعبين المميزين في الناحيه الهجوميه. عنده زياش، عنده بوفال، عنده النصيري في بعض الاحيان. فاعتقد النهارده ادارته ممتازه في هذه المباراه. وتشعر بانه عارف شغله، عارف الاسماء، عارف الخيارات، متمكن من ادواته، متمكن من ادواته. فالنهارده بدايه كويسه بالنسبه لي. انا زي ما قلت بيلعب كرواتيا، ده مودريتش في نص الملعب، بروزوفيتش وكوفازيتش، لعيبه من افضل وسط الملعب. فالنهارده تحكمه مميز. ولاعيب تاني لازم اشكره النهارده عبد العزيز، مرابط وسط الملعب، قدم مباراه كبيره كبيره كبيره. التغطيه بتاعته بالعرض على طول، التاكلينج بتاعه، استخلاص الكره، استرجاع الكره، تنظيمه من الناحيه الدفاعيه. فاعتقد ان هو قدم مباراه كبيره مع حارس المرمى طبعا ياسين بونو، وخاصه كل المنظومه الدفاعيه بالنسبه للمنتخب المغربي. حسب رايي وحديثي اليساندرو ديل بييرو وليس التوبيلي، ديل بييرو اصبح ثاني شخص ثاني شخص يخطئ. حتى الامور حتى الان سنرى الى كم مره سنصل. مرتين حتى الان في جوله واحده. الثالثه ثالثه. لكن انا رافقت اليساندرو التوبيلي لعده سنوات، لعده مواسم، لهذا السبب. قالوا لي ذلك، وهذا ما قال له لي هشام الخالصي أيضا. وأنا أحيي اليساندرو التوبيلي، فهو بطل كأس العالم، وهو شخص لطيف وشخص مهذب للغاية.